اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ ان الذكاء الصناعي انه في اجهزه كمبيوتر بتاخد المعلومات كلها وتحللها وبعدين ترجعها لنا كلها تاني، فيبقى يقدروا يعملوا واحد بيتكلم ومش هو. استقال جيفري هينتون من شركة جوجل بسبب خوفه من الذكاء الاصطناعي. مين جيفري هينتون؟ جيفري هينتون دوت واحد من اكثر الناس خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعتبر هو بابا المجال بتاع الشغلانة. ازاي واحد من اكتر الناس اللي كانوا بيفيدوا المجال بتاع الذكاء الاصطناعي ومن الناس اللي فاهمة جدا في المجال يستقيل في التوقيت ده بالذات؟ وهو ده موضوعنا النهاردة. فرق ايه بس؟ اصحى على فر وشال الرعاش. طيب نبتدي الموضوع من الاول. الذكاء الاصطناعي ظهر اصلا في الخمسينات، وكان العالم ساعتها بيتقسم لفريقين. فريق شايف ان الذكاء الاصطناعي ده هيسهل علينا حياتنا وهيخلينا نعرف نتعامل مع الامور بشكل ابسط من غير تعقدات ومن غير ما ناخد وقت مثلا في ان احنا نعمل معادلة حسابية او ناخد وقت في ان احنا نعمل سيرش عن حاجة. وفي الناحية التانية كان في فريق ضده، كان الفريق دوت شايف ان الذكاء الاصطناعي ده هيدمر البشرية وهيخلي شغلانات كتير جدا تقف، وهيخلي حاجات كتير جدا الانسان بيعملها ما بقاش مش هيكسل ان هو يعملها. ومن ابرز الموقفين في الموضوع دوت، اول موقف معانا في بريطانيا كان من اصحاب الحرف اليدويه. كانوا بيهاجموا المصانع ساعه الثوره الصناعيه وبيروحوا يكسروا الالات الغاليه جدا، واي آلة بيشوفوها جديده كانوا بيروحوا يدمروها خوفا على شغلهم وعلى رزقهم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ وتاني موقف معانا كان في ابريل سنة 1986، وكان في واشنطن. كانت مظاهرة كبيرة جدا كل اللي قام بيها مدرسين، وبالاخص مدرسين الرياضه، كان ضد الاله الحاسبه، وفكره ان وجود الاله الحاسبه في ايد الطالب بتخليه يكسل ان هو يعمل اي معادله حسابيه، ومع الوقت هيتعود عليها وهتبقى هي سبيله الوحيد في الامتحانات او في اي حاجه عايز يعملها. انا حمار وغبي، الحمد لله رب. الفكره هنا ان الخوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي ظاهره قديمه جدا موجوده عندنا من زمان، بس الفتره الاخيره كانت هي محدث العالم كله، والناس كلها كانت بتتكلم عليها في نوفمبر 2022 لما استقال جيفري هينتون، وخصوصا بعد ظهور الشات جي بي تي. الشات جي بي تي ده موديل ظهر عن طريق شركه اوبن اي اي. شركة اوبن اي اي مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو في امريكا، نشأت سنة 2015 بالتحديد يوم 8 ديسمبر بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي، وان هو التطوير دوت يكون امن ومفيهوش اي مخاطر ويكون متشاف وظاهر للعالم كله، عشان مفيش اي حد ياخد الذكاء الاصطناعي ده مثلا يصنع بيه قنبلة صغيرة او يصنع بيه اي حاجة تقدر انها تضر البشرية من غير ما حد يعرف مين السبب او مين اللي عملها او اتعملت فين. والشركة بدأت بأربع شركاء: إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وحاليا مالك تويتر، تاني واحد معانا سام ألتمان وجريج بروكمان وإمرسون تشو. عشان يجيلنا في 2018 عمنا وعم البشرية إيلون ماسك ينفصل عن الشراكة ديت بهدف ان هو مركز في شغله في تسلا ومش عاوز يبقى مقصر في حتة من الاتنين. وفي 2019 مايكروسوفت تخش مع الشركة برضو بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي. كمان واحدة والنبي يا ري، كفاية بقى ده كمان واحد. طيب هل شات جي بي تي دوت لما اتعمل هو بدأ في 2022؟ لا، شات جي بي تي موجود من قبل كده بحوالي 5 سنين، ومع كل سنة كان بيتم تطويره بشكل ملحوظ. طب هو ايه اللي بيتطور في الشات جي بي تي؟ والشات جي بي تي دوت هو عبارة عن ايه؟ الشات جي بي تي هو عبارة عن شات الكتروني بيخلي الانسان يعرف يتواصل مع الروبوت ويسأله عن اي حاجة هو عايزها. بس الفكرة، هل الروبوت ده بيرد زي الروبوتات بتاعت الكاستمر سيرفيس، ولا اي مطعم او اي حاجة انت كنت بتتشات فيها عشان تطلب اوردر مثلا او عشان تطلب حاجة من السوبر ماركت، كان يجي لك الروبوت يقول لك عبارات معينة بصيغة معينة متكررة هيقولها لك انت زي ما هيقولها لسوسن، زي ما هيقولها لهاني، زي ما هيقولها لاي حد في الدنيا. لكن ايه الجديد في الشات جي بي تي؟ الشات جي بي تي هو عبارة عن موديل شاتنج بيخليك تعرف تتواصل مع اللي قدامك وتحس ان هو بيرد عليك اجابات منطقية وسليمة
ودايما ما عندوش حاجه يقدر يقول لك انا ما اعرفهاش. طيب هو شات جي بي تي ده بيشتغل ازاي؟ الفكره كلها ان انت بتديله سؤال وهو بياخد منك السؤال ده وبياخد من كم المعلومات اللي عنده، اللي طبعا العلماء طوروه ان هو يحفظ كم معلومات كبيره جدا تتشكل على هيئه مخزون كامل يقدر يستوعب جميع الاسئله اللي انت ممكن تيجي على بالك في دماغك وتسالها له. طب الشكل اللي بيشتغل الشات جي بي تي ده بيشتغل بيه ازاي؟ دلوقتي انت لو جبت له صوره لقطه فهو هيبقى عنده مخزون صور كتير جدا لقطط، فهيعرف يميز لك ان دي قطه. ولو جبت له صوره كلب برضه هيعرف يميزها لك انها صوره كلب. لكن لو جبت له صوره ديل لقطه او لكلب فهو هنا هيركز في الصوره دي كويس جدا وهيقدر يجاوب عليك ويقول لك ان الصوره دي فيها قطه او كلب على حسب الصورة اللي انت هتوديها له بنسبة كام في المية. ومع كل سنة بدأوا يطوروا الشات جي بي تي عشان يرد عليك في مرة ويقول لك الصورة اللي انت بعتها لي ده ديل قطة. ايه ده بس بالسهولة دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. فالحد هنا ما كانش فيه اي خطورة، وكان الشات جي بي تي زي ما انا بحكيه لكم كده عامل بالنسبة لي زي جوجل. انا لما احب اسرش على حاجه هخش اسرش عليها في جوجل هيجيب لي الموضوع كله اللي انا بسرش عنه. طب الخطوره ظهرت فين او الاسباب اللي خلت جيفري هينتون دوت يقدم استقالته من جوجل ويقدم استقالته عن تطوير مشروع الذكاء الاصطناعي اول ما شاف جي بي تي؟ الخطوره هنا ان كان بيحصل في الشات جي بي تي ده شويه هلاوس كانت بتوصل بيه ان هو يرد ردود عنيفه غير متوقعه على اي حد بيسال عن حاجه مثلا وهو مش عارف يفهم سؤاله قوي. طبعا التصرف دوت ما يطلعش غير من بني ادم. الآلة بسهولة جدا لو هي حاجة مش عارفاها هتقولك انا ما عنديش معلومات عن الحاجة اللي انت عايز تسأل عليها، لكن ان الآلة دي تستفز وترد عليك فده شيء في منتهى الخطورة. واللي عاوز يفهم كلامي بشكل اكتر انا احب ارشح له فيلم اي روبوت بطولة الممثل الامريكي ويل سميث، وهو هيفهم انا بقول ايه كويس قوي. ونيجي هنا للسؤال المهم اللي انا سألته لنفسي وحابب اسأله معاكم، يمكن حد يكون عنده اجابة يجاوبني عليها في الكومنتات. هو مادام الذكاء الاصطناعي ده خطر قوي وانت يا جيفري بتحذر من خطورته وامريكا كلها بتحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي، طب هو انتوا ليه ما تقفلوش المشروع؟ عشان يطلع عمنا جيفري بعد الاستقالة ب3 ايام يقول ان السبب الرئيسي من استقالته من الشغل مع اوبن اي اي ومن جوجل وان هو يطور في الذكاء الاصطناعي ان هو عرف ان امريكا حابة تطور الجيش بتاعها وان هم يبدلوا كل الجنود اللي عندهم بروبوتات ذكاء اصطناعي. يعني لما امريكا هتروح تحارب اي حد او هتبعت شوية جنود لمنطقة معينة عشان فض نزاع او يبقى ليها مصلحة مثلا في دولة او في منطقة، فبدل ما هتبعت جنود مارينز اللي احنا بنشوفهم بينوروا دول لا هتبعت شوية روبوتات. فلو مثلا بعتوا 10,000 روبوت مات منهم 9,000 هو معركش، هو خسر شوية فلوس بس ما خسرش ارواح. فلو كان ده السبب يا عمنا جيفري اللي انت شايف ان انت سبت الذكاء الاصطناعي عشانه فانا مش مقتنع، لان انا من جوايا شايف اصلا ان ممكن يكون اساسا الفكرة دي موجودة ويكون في جنود روبوتات امريكا مخبياها بعد كم التطور اللي احنا شفناه اخر فترة. انا مش هستبعد ان تكون فكرة ان يكون في جنود امريكيين عبارة عن روبوتات، دول فكرة لسه جديدة. لكن شكي في الموضوع دوت بالاخص هو توقيت التحذير من الذكاء الاصطناعي. التوقيت جه بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللي بالمناسبة أمريكا كان ليهم دور في الموضوع، وكل الناس عارفة المشاكل اللي بين أمريكا والصين إن هما كل واحدة فيهم عايزة تبقى قوة عظمى، والصين عايزة تاخد مكان أمريكا، والصين مقفلة على نفسها كويس وما بتطلعش حاجة لحد. أنا شايف من وجهة نظري إن الحد من خطورة الذكاء الاصطناعي ده هو ستارة عشان تفتح على مسرحية ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ان احنا عايزين نحط قواعد نصوص دولية عن التطور في الذكاء الاصطناعي عشان البلد اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي عندها ومش عايزة تقول لنا وصلت لإيه فياريت تقول لنا. وديع شكلك كده عايز تعمل فيلم في لحمة كتير، قول لي. وممكن برضو النظرية بتاعتي تكون غلط ويكون عمنا جيفري دوت راجل طيب وقرر ان هو يسيب الذكاء الاصطناعي اللي اشتغل فيه لمدة 53 سنة من حياته عشان هو شايف ان الروبوتات بتدي سلوك عنيف. وده هيرجعنا للفيلم اللي انا قلت لكم تتفرجوا عليه. والسبب التاني هو ان امريكا بتفكر انها تبدل الجنود بتاعتها بجنود روبوتات. تلاوث سمعيه ونظريه تخيلونات مفيش حاجه. فانا هنا بصراحه حاسس ان انا مستغرب، يعني هو احنا لما هنبدل الجنود بروبوتات دلوقتي بقينا هنبدل ممكن نبدل الستات والرجاله بروبوتات زي ما عمنا ايلون ماسك لما اتجوز الروبوت زي ما شفنا في الصوره. وبقينا بنشوف ان سهل جدا اي حد ميت
يتعمل له صورة ان هو لسه حي، واي حدث ممكن هيحصل جاب لك صورة من جوه الحدث ده قبل ما يحصل. زي مثلا الصور بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي نزلت على تويتر اللي قال لك شاهد لحظة القبض على ترامب قبل ما يتقبض عليه، وكان منظره ان هو بيتسحل على الارض، والصورة طبعا ما كانتش حقيقية. دي الصور اللي اتعملت واتفبركت مثلا لحظة القبض على ترامب، هذه الصور لم تكن موجودة. بس كمية الدقة اللي معمولة في الصورة تخلي أي حد لو عارف ترامب وشاف الصورة يقول يا نهار أسود هم مجرجرين الراجل كده، ده كان يوم من الأيام رئيس أمريكا. درجات احنا سمعتنا وحشة. فأنا طبعا يهمني رأيك في الكومنتات تحت عن الذكاء الاصطناعي، أنت شايفه حاجة كويسة حاجة وحشة؟ فما تنساش تحط رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على إيه؟